كاين واحد الصراع كبير حاليا بين اشرف حكيمي مع الاداره ديال باريس سان جيرمان، خصوصا مع الرئيس ناصر الخليفي. فشنو السبب؟ القصه بدات ملي اشرف حكيمي خرج في واحد المقابله صحفيه مؤخرا، وبكل ثقه سولوا على الكره الذهبيه، وقال لهم ملي كنشوف سميتي في اللائحه ديال الكره الذهبيه كنحس براسي كنستحقها، وانا كنخدم كل نهار باش نكون من الاحسن في العالم في البوست ديالي. هاد الهضره اللي ما عجباتش الاداره نهائيا، وحاولوا يضغطوا على حكيمي انه يتراجع ويمسح اللقطات اللي ذكر فيهم الكره الذهبيه، وبسبب ان ناصر الخليفي كيروج وكيرشح ديمبلي اللي يديها ماشي حكيمي، ولكن حكيمي طبعا رفض وشاف بلي انه كيستحقها. وفي تصويت دارته صحيفه الايكيب الفرنسيه، ديمبلي هو اللي كيعتبروا الجماهير يستحقها، في حين اشرف حكيمي كيحتل المرتبه الثالثه. داكشي علاش كاملين دخلوا صوتوا على حكيمي، واخا الصوت ما يقدرش يغير النتيجه بشكل مباشر، ولكن خاص تعرف بلي انا صحيفه الايكيب واللي هي منظمه حفل البالون دور شوف العالم كله كيصوت على حكيمي. هادشي كيخلق واحد الضغط اعلامي وكيوريهم ان الراي العام عنده كلمه اخرى. غادي نخلي لكم الرابط في البايو او في ستوري، ودخلوا كاملين صوتوا على اشرف حكيمي. الشابو المغاربه فين ما كانوا، الصراحه المغاربه خطر، المغاربه ما يمكنش. وقت الشده كتلقى المغاربه في جنبك، وقت الشده كتلقى المغاربه معاك. المغاربه في السراء والضراء. شتي واخا تكون بلادك فيها 200 مليون نسمه، شتي حنايا ب 40 مليون نسمه، قسما بالله العلي العظيم تا قادرين نديروا الفرق، وفرق اللي كبير بزاف، وكنتحدوا مع بعضياتنا. ترى ما يمكنش عباد الله. هذه راه كتسمى ريمونتادا داروها المغاربه الفرنساويين، هذه راه ريمونتادا تاريخيه عباد الله. شي غير البارح عثمان ديمبيلي هو الاول في التصويت ديال الكره الذهبيه، فرنسا كامله مصوته عليه، زائد لافريك الاصل ديالو. عرفتي المغرب حطوا لهم اللين ديال اشرف حكيمي، مغربي ابا عن جد. المغاربه كاملين تبارك الله في العالم كامل هزوا التليفون، كاين اللي كيصوت وكيبغي يعاود يصوت بنفس التليفون. المغاربه كيبدلوا الجمال وكيصوتوا على اشرف حكيمي. اشرف حكيمي هو الاول دابا في التصنيف ديال الكره الذهبيه. ترى ما يمكنش عباد الله. نتمنوا من الله ما يحشمش هذا الولد، هذا دار عام استثنائي، المغاربه تعاونوا معاه، صوتنا درنا كلشي، نتمناو يتوج بالكره الذهبيه، والمغاربه يوصلوا لي حتى انا 200 كاف انستغرام. كيف ما صوتوا عليه صوتوا عليا صافي دخلوا. اشرف حكيمي غادي يدير البالون دور، ولكن خاصك تعرف حاجه واحده، هادشي يقدر يوقع بسببك انت ولا انت اللي كتفرجي في هذا الفيديو. غنشرح لكم، وبسببي حتى انا وكلنا حنا المغاربه. ليكيب واحد الصحيفه فرنسيه حتى هي عندها علاقه بالبالون دور، دايره واحد الفوت في السيت ديالهم، فبغينا يكون واحد الهجوم كبير، نجمعوا حنا المغاربه نفوتيو باش نبينوا الحقيقه. حيت اشرف حكيمي الحوايج اللي دار مع باريس سان جيرمان هاد السيزون، مع كل احترامي لأسامة ديمبلي، ما دارهمش. شي لعيبات ديال نورمالمون الدور ديال المهاجم دارهم هو نورمالمون الدور ديالو يدافع ويطلع شويه ويدافع صافي، ماشي ماركي يخلق يدير كل شيء. فالدراري بغينا هجوم يكون تاريخي. حكيمي بالون دور. السلام عليكم. غتدخلوا راه اليوم بدات لا سيليكسيون ديال البالون دور، وحنا ان شاء الله راه غنصوتوا لحكيمي. نورمالمون انا راه دخلت راني درت تصويتها، هي كتشوفوها. غنحط لكم لو ليان لتحت، دخلوا قلبوا عليه، راه حيت هما ولاد الحرام حايدين تصويرته. انا راه قلبت عليه بالرق الناشف باش نلقاه وسط اللعابه بزاف، قلبوا راه غتلقاوه. غتدخلي غتكليكي عليه، غتدخلي لو ليان، غديري ليه كوبي كولي وديريه في جوجل، غتخرج لك الصفحه ديال لا سيليكسيون، غتبركي على حكيمي وغديري سيليكسيوني صافي. هادشي اللي عندك. ولا قدرتي هذيك لاباج ديري ليها البارطاج مع خوتك ولا صحابك ولا ولاد خالك ولا ولاد عمك ولا ولاد الدرب. ديما مسكين كيفاور حنا غنفاورحوه واحد شويه كيما فاورحنا مسكين، ودير معنا فهمتش، دير مزيان. يلا كلشي الاخوان يد في اليد، ويلا نفاورحوه حتى حنايا كيما كيفاورحنا حتى حنايا. يلا تحياتي. أشرف حكيمي مرشح للكرة الذهبية رغم التحديات، رغم هجوم الإعلام الفرنسي على أشرف حكيمي، رغم المحكمة الفيدرالية الفرنسية نزلت على أشرف حكيمي وقالت له أنت متهم بتهمة الاعتداء وغادي تضرب فيها 15 سنة. واخا هادشي كامل أشرف حكيمي مازال مرشح للكرة الذهبية، وحنا ديما غنوقفوا مع أشرف حكيمي حيت أشرف حكيمي مغربي ديالنا. والناس اللي كيقولوا أنك زليجي، أنك كتزيد فيه، أنك هل أنتم جبناء؟ ما عندكمش إمكانيات؟ ما عندكمش حق أن تعيشوا فوق الأرض تحت السماء؟ واش مغربي ما يستاهلش الكرة الذهبية؟ ديما كنعطيو قيمة أوروبي ولا أمريكي، أمة أوروبية كتحكم فيكم، يجب أن تتحدوها، عمرك ما تحنيو الراس أمامها. أشرف حكيمي غادي نوقفوا معاه حتى آخر نفس، وكاملين بينا نديروا هاشتاغ كلنا أشرف حكيمي وأشرف حكيمي بالون دور. هل هي مفاجأة في انتظارنا؟
المغربيان ياسين بونو وأشرف حكيمي يتصدران التصويت الشعبي على صفحة ليكيب حول الكرة الذهبية وجائزة أفضل حارس في العالم. إذا تعالوا معي أعزائي لنتعرف على طريقة التصويت وعلى النتائج المؤقتة في هذا الفيديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا يوسف تمسماني يحييكم ويحدثكم من برشلونة. وكما قلت لكم في هذا التقديم يعني في هذا الاستفتاء أو هذا التصويت الشعبي الذي تجريه يعني الصفحة الرسمية لجريدة ليكيب الفرنسية التي تعتني كذلك بالشؤون الكروية والرياضية في الجمهورية الفرنسية. يعني أرى أن أشرف حكيمي وياسين بونو يتصدران على التوالي يعني جائزة أو ترتيب التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم والتصويت في جائزة أفضل حارس في العالم. الآن أشرف حكيمي هو من يتصدر هذا الترتيب في فئة الكرة الذهبية الرجالية، وياسين بونو هو من يتصدر هذا التصويت الشعبي أو هذا الاستفتاء الشعبي في فئة أفضل حارس في العالم. يجب أن نعرف أن بالرغم ربما من أن هذا التصويت الشعبي يعني لا يمنح مباشرة الكرة الذهبية أو جائزة أفضل حارس في العالم، لكن يمكن أن يكون له تأثير كبير جدا على المصوتين، خصوصا الصحفيين في دول أوروبية يمكنهم أن يأخذوا هذا أو نتيجة هذا الاستفتاء الشعبي أو هذا التصويت الشعبي كمعيار لقياس نوعا ما شعبية هؤلاء اللاعبين، وحتى لا تكون أصواتهم يعني مخالفة للرأي المتتبعين في الشارع الكروي. فبالتالي من المهم جدا أن نصوت جميعا، وأن يعني إذا كان بالإمكان أن نتقاسم هذا الفيديو حتى يتمكن الجميع من معرفة الرابط ومن معرفة طريقة التصويت، لأنني سأشرح لكم بالتفصيل الممل كيفية التصويت ونتائجه الحالية. إذن أولا رابط الصفحة للتصويت موجود في صندوق الوصف في هذا الفيديو، وكذلك موجود في التعليق الأول، فبالتالي يمكن لكم أن تنقروا مرتين في ذلك الرابط على التعليق الأول أو في صندوق الوصف، وتمرون مباشرة لصفحة ليكيب كي تتمكنوا من التصويت على أشرف حكيمي وعلى ياسين بونو وكذلك على أيوب بوعدي، لأن الشاب المغربي الأصل كذلك موجود في هذا يعني في هذا الترتيب لأفضل لاعب ناشئ، يعني موجود ويمكن للجميع أن يصوت كذلك على أيوب بوعدي. إذن دعونا نرى طريقة التصويت وكذلك النتائج الحالية. نرى طريقة التصويت، نلج إلى الرابط الموجود في صندوق الوصف أو في التعليق الأول، ثم يعني يحولنا ذلك الرابط إلى هذه الصفحة، صفحة مجلة أو جريدة ليكيب، وهذا الاستفتاء الشعبي حول يعني جائزة الكرة الذهبية. إذن نضغط على زر كومونسي للبداية. لدينا أول جائزة هي جائزة كرة أو أفضل لاعب رجالي في العالم. نبحث عن أشرف حكيمي، هنا موجود في الصف الثالث، ها هو أشرف حكيمي. نضغط على صورة أشرف حكيمي حتى تتحول أو يتحول ذلك الرمز من الرمادي إلى الأصفر كما تشاهدون على الشاشة. بعد ذلك ننزل إلى الأسفل ونضغط على زر valider et passer à la sélection suivante. الآن جائزة أفضل لاعبة، أنا أختار أيتانا بوماتي لأنه ليست هناك أي لاعبة مغربية، فبالتالي أختار لاعبة من نادي برشلونة. ننزل إلى الأسفل فنضغط على زر valider et passer à la sélection suivante. بعد ذلك جائزة أفضل لاعب ناشئ، أنا أختار أيوب بوعدي
لاعب ليل واللاعب الذي نتمنى أن نراه قريبا مع المنتخب المغربي. بعد ذلك نذهب إلى valider et passer à la sélection suivante. هنا أفضل لاعبة ناشئة، أنا أختار بيكي لوبيز لأنه ليست هناك أي لاعبة مغربية في الجائزة. valider et passer à la sélection suivante. ثم الآن جائزة أفضل حارس، ياسين بونو. هناك حارسون يعني حراس آخرون، أليسون بيكر، لوكاس شوفاليي، كورتوا حارس ريال مدريد. أنا أختار ياسين بونو، العلامة الصفراء، ثم ننزل إلى الأسفل ونضغط على valider et passer à la sélection suivante. الآن أفضل حارسة، أنا أختار كاتاكوي حارسة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، ليست هناك أي حارسة مغربية. valider et passer à la sélection suivante. بعد ذلك لدينا أفضل مدرب في كرة القدم الرجالية، أنا أختار هانزي فليك لأن لا أرى أي مدرب مغربي، لا وليد الركراكي، لا طارق سكيتيوي، لا سلامي، لا أي أحد، فبالتالي أختار هانزي فليك وأنزل للأسفل valider et passer à la sélection suivante. بعد ذلك لدينا أفضل مدرب أو مدربة في كرة القدم النسائية، أنا أختار سونيا بونباستور مدربة نادي تشيلسي. valider et passer à la sélection suivante. هذا دائما هذا الزر لتأكيد الاختيار في هذه أو في الفئة. الآن أفضل نادي في كرة القدم الرجالية، أختار نادي برشلونة وأؤكد الاختيار وأمر إلى الصفحة الموالية valider et passer à la sélection suivante. هنا أفضل نادي في كرة القدم النسائية، أختار كذلك نادي برشلونة وأؤكد اختياري وأنهي التصويت لأن هذا هو آخر اختيار valider ma sélection. والآن نراجع تصويتنا. الكرة الذهبية الرجالية لأشرف حكيمي، الكرة الذهبية النسائية لأيتانا بونماتي، أفضل لاعب ناشئ أيوب بوعدي، أفضل لاعبة ناشئة بيكي لوبيز، أفضل حارس ياسين بونو، أفضل حارسة كاتا كوي، أفضل مدرب في كرة القدم الرجالية هانزي فليك، أفضل مدرب أو مدربة في كرة القدم النسائية سونيا بونباستور، أفضل نادي في كرة القدم الرجالية برشلونة، في كرة القدم النسائية برشلونة كذلك. وهنا ينتهي تصويتي. الآن نرى النتائج المؤقتة الحالية إلى غاية تسجيل هذا الفيديو. أشرف حكيمي يتصدر التصويت على الكرة الذهبية الرجالية ب 33.5% مقابل 27.4% لعثمان ديمبélé، بينما فيتينيا، لامين يامال والرافينيا يبقوا بعيدين جدا. كرة القدم النسائية أيتانا بوماتي ب 15.3%. جائزة اللاعب الناشئ ليامين يامال ب 23.4%. النسائية اللاعبة الناشئة 21.8% لفيكي لوبيز. جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم لياسين بونو 31.0 يعني 31%. يتبعه جانلويجي دوناروما ب 19.9%. هانا هامبتون كأفضل حارسة ب 17.6%. لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان ب 46.9%. سارينا ويغمان كأفضل مدربة لكرة القدم النسوية ب 16.5%. باريس سان جيرمان أفضل نادي في كرة القدم الرجالية 43.5%. نادي برشلونة أفضل نادي في كرة القدم النسائية 26.1%. أعزائي كما شاهدتم يمكنكم جميعا أن تلجوا لهذا الرابط لهذه الصفحة أو لهذه الفقرة في صفحة ليكيب الرسمية وأن تقوموا بالتصويت على أيوب بوعدي، على أشرف
حكيمي وعلى ياسين بونو حتى نتمكن من دعمهم على الأقل على المستوى الشعبي، على المستوى الجماهيري، على مستوى هذا الاستطلاع الرأي المهم جدا، وحتى يكون هناك ضغط مكثف على المصوتين الحقيقيين وهم 100 عبر العالم، هم 100 صحفي يمثلون 100 دولة. هذه 100 دولة هي الدول التي تحتل منتخباتها 100 مراتب الأولى في ترتيب الفيفا بالنسبة لمنتخبات كرة القدم، وبالتالي فهؤلاء الصحفيين هم من لهم الحق في التصويت، ونتمنى أن يكون تصويت الصحفيين الزملاء الصحفيين كذلك مطابقا لما نشاهده على الأقل في هذا استطلاع الرأي الذي وصل لهذه النتائج لحد الساعة. يمكنها أن تتغير، لكن هذا الأمر يتوقف على مدى مشاركتكم جميعا، على مدى مشاركتكم لهذا الفيديو حتى يصل لأكبر عدد ممكن من المغاربة الذين يريدون دعم اللاعبين المغاربة. إذن الشابو المغاربه فين ما كانوا، صراحه المغاربه خطر، المغاربه ما يمكنش. وقت الشده كتلقى المغاربه في جنبك، وقت الشده كتلقى المغاربه معاك. المغاربه في السراء والضراء. شتي واخا تكون بلادك فيها 200 مليون نسمه، شتي حنايا ب 40 مليون نسمه، قسما بالله العلي العظيم تا قادرين نديرو الفرق، وفرق اللي كبير بزاف، وكنتحدوا مع بعضياتنا. ترى ما يمكنش عباد الله. هذه راه كتسمى ريمونتادا داروها المغاربه الفرنساويين، هذه راه ريمونتادا تاريخيه عباد الله. شي غير البارح عثمان ديمبيلي هو الاول في التصويت ديال الكره الذهبيه، فرنسا كامله مصوته عليه، زائد لافريك اصل ديالو. عرفتي المغرب حطوا لهم اللين ديال اشرف حكيمي، مغربي ابا عن جد. المغاربه كاملين تبارك الله في العالم كامل هزوا التليفون، كاين اللي كيصوت وكيبغي يعاود يصوت بنفس التليفون. المغاربه كيبدلوا الجمال وكيصوتوا على اشرف حكيمي. اشرف حكيمي هو الاول دابا في التصنيف ديال الكره الذهبيه. ترى ما يمكنش عباد الله. نتمنوا من الله ما يحشمش هذا الولد، هذا دار عام استثنائي، المغاربه تعاونوا معاه، صوتنا، درنا كلشي. نتمناو يتوج بالكره الذهبيه، والمغاربه يوصلوا لي انا 200 كاف انستغرام كيف ما صوتوا عليه صوتوا عليا صافي دخلوا.